البيت ده حصل فيه جريمة والبوليس جاي عشان يشوف ايه اللي حصل، بس شكلهم كده شافوا حاجة خلتهم يبقوا واقفين مصدومين. قبل اللي حصل ده بيوم كان في مجموعة من الممثلين بيجهزوا نفسهم عشان هيصوروا فيلم جديد، وده اسمه وين المنتج بتاع الفيلم، بس هو ما بيعملش افلام عادية، ده منتج افلام لا مؤاخذة مش مظبوطة. هو دلوقتي في العربية بتاعته وواخد الفريق اللي بيشتغل معاه في الفيلم ومسافرين المكان اللي هيصوروا فيه، واللي قاعدة جنبه دي حبيبته واسمها ماكسين، وهي نفسها تبقى مشهورة والناس كلها تعرفها، فعشان كده وين جابها تمثل في الافلام بتاعته وفهمها ان ده اسرع طريق هيوصلها للي هي عاوزاه، وهي كان عندها استعداد ووافقت على طول. ودول الأبطال بتوع الفيلم، دي اسمها بوبي واللي جنبها اسمه جاكسون، والاتنين اللي قاعدين ورا خالص دول ده RG المصور بتاع الفيلم، وجايب معاه حبيبته اسمها لورين عشان تمسك المايك بتاع الصوت وتساعده في الفيلم. وقفوا في مكان عشان يجيبوا شوية حاجات ياكلوها وهم ماشيين، وين بيقول لماكسين انه لسه في البداية وده أول فيلم سيكو سيكو هيعمله، بس متأكد ان هو هيعمل حاجة مختلفة ينافس بيها أكبر شركات الإنتاج، وقال لها انه اضطر ياخدهم في بلد بعيدة شوية عن المدينة عشان يصوروا الفيلم هناك، عشان كل الاستوديوهات والأماكن اللي موجودة في المدينة وممكن يصوروا فيها بتبقى محتاجة انه يدفع فلوس جامدة وهو لسه ما معهوش الامكانيات دي. لورين واقفة بتجهز المايك عشان هيسجلوا جزء بسيط من الفيلم في البنزينة اللي موجودين فيها دلوقتي، وRG بيبتدي انه يصور البداية بتاعة الفيلم. الست صاحبة السوبر ماركت كانت سامعاهم وهما بيتكلموا على الافلام الشمال بتاعتهم دي، فكانت بتبص لهم كده من فوق لتحت ومتضايقة منهم. وهم ماشيين عدوا على مزرعة مواشي والطريق كان واقف، وكان في عربية نقل وعليها حتت لحم، وده بسبب ان واحدة من المواشي طلعت على الطريق والعربية النقل دي خبطتها وموتتها. وماكسين لما شافت المنظر ده ما كانتش مستحمله، وكده هم وصلوا خلاص المكان اللي هيصوروا فيه، وهيصوروا الفيلم بتاعهم في المزرعه دي لان الفيلم اسمه بنات الفلاح. وقال لهم خليكوا في العربيه محدش ينزل، انا هقول للراجل بس صاحب البيت ان احنا جينا. لورين قاعده تبص ومتضايقه لان جاكسون وبوبي بيعملوا حاجات مش كويسه، وبتقول له RG انا وافقت اجي واساعدك بس ما كنتش اعرف ان الدنيا هتبقى مليطه كده. قالت له انت اصلا ايه اللي بيخليك تعمل الحاجات دي وتحط نفسك في شغلانه مش كويسه؟ قال لي انا بحب الحاجه اللي انا بعملها عشان بعمل فيلم يبقى ليه قصه مش مجرد فيلم شمال وخلاص. وين خبط على الباب وكان جوه البيت راجل عجوز هو اللي بيكلمه، وين بيقول له انا اللي كنت كلمتك من كام يوم عشان اجي واجر منك البيت، بس الراجل مسك البندقيه بتاعته وكان عاوز يموته، وبيقول له انت جاي تتعدى على ملكيه خاصه وانا هموتك. واصحابه وين اللي في العربيه بقوا قاعدين يبصوا عليه ويشوفوا ايه اللي هيحصل، بس لحسن الحظ الراجل العجوز افتكر انه كان كلم وين فعلا واتفق معاه عشان يأجر له البيت. وين قال لاصحابه تعالوا يلا وجيبوا الحاجه اللي معاكم عشان هنخش جوه في البيت. بس ماكسين قبل ما تمشي لاحظت ان في ست عجوزه واقفه في الشباك بتاع البيت اللي قصادهم وعماله بتبص عليهم، وكان شكلها يخوف. دخلوا جوه وصاحب البيت بيقول لهم ان المكان متواضع والجنود ايام الحرب الاهليه كانوا قاعدين هنا. الراجل العجوز كان عمال بيبص لماكسين، فوين قال له خد بالك البنت الحلوه اللي انت عمال بتبص لها دي تبقى خطيبتي، وباين عليك كده ان انت شكلك ما شفتش بنات حلوه من زمان. وطبعا هو مش قايل له اي حاجه عن الشغل بتاعه، ومفهمه ان هم اصحاب وجايين يقعدوا في البيت ده شويه وهيمشوا، وطلع فلوس الايجار بتاعه البيت واداها له. العجوز بيقول له انا مش مرتاح لشكلكم بس انا خلاص اتفقت معاك فهديك البيت، وقال له حاولوا ان انتوا ما تعملوش اي صوت عالي عشان انا قاعد مع مراتي في البيت اللي قدامكم ده وهي بتتضايق لو في صوت عالي. بعد شويه ماكسين كانت زهقانه فطلعت عشان تتمشى، ونزلت عشان تعوم في البحيره اللي عند البيت، وكان في تمساح وراها بس هي ما كانتش واخده بالها منه، وفي اخر لحظه لحقت نفسها وطلعت من الميه. وين ابتدى يصور اول مشاهد في الفيلم، والمفروض ان ماكسين دلوقتي تكون موجوده معاه، بس هي لقت نفس الست العجوزه اللي كانت شافتها اول ما جم واقفه وعماله بتشاور لها بايديها. دخلت البيت عندها ولقيته انه حاجه كئيبه قوي. الست جت وجابت لها عصير ليمون عشان تشربه، بتوريها الصور بتاعتها القديمه وبتقول لها ان هي وهي صغيره كان شكلها حلو زيها، كانت جميله والجمال بتاعها ده كان بيخليها ان هي تقدر تعمل اي حاجه. وبتقول لماكسين انت وشك حلو، وبتحط ايديها على جسمها، فماكسين قالت لها انت بتعملي ايه، وخافت منها ومشيت على طول. ولما طلعت كانت مستخبيه وشافت جوزها وهو داخل البيت. طلعت بعد كده تجري وين قابلها وقال لها انت كنت فين كل ده، احنا ابتدينا في تصوير الفيلم وانت ما كنتيش موجوده. سابته ودخلت الحمام وقعدت تبص على نفسها في المرايه وكانت متضايقه، وبتكلم نفسها وبتقول ان هي مش عاجبها اللي بتعمله ده ومش راضيه عن حياتها خالص. البيت اللي عايش فيه الست العجوزه وجوزها كئيب قوي ومليان لعب مش مفهومه وشكلها يخوف. الست العجوزه قاعده قدام المرايه وبتظبط نفسها، والناحيه التانيه في البيت عمالين بيصوروا باقي المشاهد بتاعه الفيلم، ولورين كانت عماله بتبص لهم وشكلها مبسوطه من اللي بيحصل. والست العجوزه كانت واقفه ومحدش واخد باله منها وكانت بتشوفهم وهما بيصوروا الفيلم. لما طلعت البيت طلبت من جوزها ان هما يعملوا علاقه، بس جوزها قال لها احنا اتكلمنا
اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وانت فاهمه دلوقتي صحتي بقت تعبانه ومش هقدر اعمل اي حاجه من الكلام ده. بالليل كانوا قاعدين في البيت ولورين عماله بتبص عليهم عشان هي مستغربه العيشه بتاعتهم شويه وما بتتكلمش مع حد فيهم خالص. ماكسين كانت متضايقه وبتقول لها انت عماله بتبص عليا طول الوقت وما بتتكلميش، ودي حاجه مش كويسه. وابتدت ان هي تتكلم معاهم وبتقول لهم انتوا العلاقات اللي بتعملوها في الافلام دي بتخليكم ان انتوا تموتوا الاحساس بالحب. فقالوا لها ان ده شغل وملوش علاقه بالحب، وكل واحد فينا بيبقى ليه حياته الطبيعيه وان هما بيحبوا عادي. وبعد كده جاكسون كان بيعزف على الجيتار شويه وهما كانوا قاعدين بيسمعوا، وفجاه قالت لهم ان انا عاوزه اشارك معاكم في الفيلم، ومش عاوزه بس ان انا اشيل المايك وخلاص، بدل احنا كلنا بنشتغل مع بعض يبقى خلاص اعمل معاكم الفيلم. RG بص لها وقال لها ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوليه ده، مش هينفع تدخلي معانا الفيلم، مش عشان حاجه بس عشان احنا صورنا لغايه دلوقتي اكتر من نص الفيلم، وبيقول لها انه بيعمل فيلم ليه قصه ومش هينفع انه يعدل حاجه في القصه دي. فقالت له انت مصدق الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتعمل فيلم شمال، واللي داخل يشوف الفيلم ما يهموش بقى انت عامل قصه ومش قصه، هو داخل عشان يشوف حاجات معينه، فالكلام اللي انت بتقوله ده اي كلام، وانا مصممه ان انا ادخل معاكم الفيلم. وين خد RG وطلعوا بره عشان يتكلم معاه، لانه هو لقى انه متضايق وممكن لو سابه قاعد معاها اكتر من كده يتخانقوا او يحصل مشكله. وبيقول له بص اسمع نصيحتي، انا اكبر منك في السن وفاهم عنك، بدل هي قالت لك ان هي عاوزه تمثل في الفيلم فخلاص انت مش هتقدر تعمل لها حاجه، ولو ما مثلتش في الفيلم ده فانت هتلاقيها بتمثل في افلام تانية مع المنافسين بتوعنا، فخليها تعمل اللي هي عاوزاه وانت مالكش دعوه. قال له انت بتقول كده بس عشان تزود البنات اللي موجوده في الفيلم وتخلي ناس اكتر تشوفه، يعني بتعمل كده لمصلحتك. قال له ما هي مصلحتي هي مصلحتك، وانت كمان بتشتغل الشغل ده عشان الفلوس، وممكن هي تتشهر والناس تعرفها وانت لو موجود معاها فهتستفيد. ولما دخل تاني لقاها بتستعد عشان تصور الفيلم وعماله بتبص في عينه وبتتحداه. وبعد كده وين اداله الكاميرا وابتدى انه يصور المشاهد بتاعتها في الفيلم، بس RG بيبقى متضايق من اللي عمله وبيدخل الحمام وبيقعد يعيط. وبعد كده بياخد مفاتيح العربيه عشان بيمشي بس فجاه بيلاقي الست العجوزه واقفه قدامه، فبينزل يشوفها وبيطبطب عليها وبيتاكد ان هي كويسه، بس هي بتقرب منه وبتحاول تخش معاه في علاقه. بيبعد عنها وما بيبقاش فاهم هي ليه بتعمل كده، وبتقول له انت ليه مش بتبص لوشي؟ هو انت مش عاجبك شكلي ولا ايه؟ قال لها بطلي اللي انت بتعمليه، انا مش عاوز اشوف الكلام ده، وتعالي نمشي من هنا واوديكي لجوزك. بصت له كده وما اتكلمتش، وفجاه قامت مدياله في رقبته وموتته. وبعد ما خلاص موتته قعدت ترقص ودخلت العربيه وشالت المفاتيح منها. لورين قلقت من النوم وبتبص على RG ما لقيتوش نايم جنبها. وين هو كمان صحي وقالت له عشان يطلع ويشوفه معاها. كان ماشي وبيدور عليه بس في مسمار دخل في رجله وبوظها له خالص. قام وماشي بالعافيه وحس ان في حد موجود معاه في المكان، فبيبص من فتحه الباب عشان يشوف ايه اللي بيحصل. واول ما بص فجاه لقى حديده مرشوقه في عينه، والست العجوزه هي اللي موتته وماسكه خشبه كده وبتحط عليه التراب وبتدفنه. لورين وهي واقفه الراجل العجوز شافها وسالها انت بتعملي ايه دلوقتي؟ وايه اللي موقفك لوحدك كده؟ ففهمته ان حبيبها RG اختفى وهم بقالهم شويه بيشوفوه ومش لاقيين، وطلبت منه انه يساعدها ويجي معاها عشان هي قلقانه عليه دلوقتي وخايفه لا يكون حصل له حاجه. قال لها بس الاول في كشاف هتلاقيه في الاوضه اللي تحت، انزلي جيبهولي عشان محتاجه. واول ما نزلت قفل الباب عليها وحبسها جوه، وقعدت تصوت وكانت هتموت من الخوف عشان شافت RG ميت. الراجل العجوز خد جاكسون الغابه وضربه بالبندقيه بتاعته وموته. ماكسين كانت نايمه واول ما فتحت عينيها لقت الست العجوزه نايمه جنبها، اتخضت جامد وقعدت تصوت. ولورين كانت بتحاول تفتح الباب بس الراجل العجوز شافها وضربها بحديده على ايديها. بوبي شافت الست العجوزه كانت واقفه وعاوزه ترمي نفسها في الميه، فراحت لها على طول عشان تشوفها وبتقول لها انت ايه اللي موقفك لوحدك بالليل كده، وبتطمن عليها وبتتاكد ان هي كويسه. بس فجاه ضربتها بالقلم وبتقول لها انت مش كويسه وبتبيعي نفسك عشان الفلوس وبتعملي افلام شمال وما عندكيش اي حاجه لها علاقه بالاخلاق. بوبي بتقول لها انت ازاي بتتكلمي معايا كده وانت ما تعرفيش انا حياتي عامله ازاي، انت ما شفتيش اللي انا شفته. وقالت لها امشي وسيبيني، انت اصلا ست عجوزه وشكلك وحش. بصت لها كده وزقتها في الميه وفجاه جه تمساح كل دماغها وموتها. ماكسين بتغسل جسمها عشان قرفانه لان الست العجوزه وهي نايمه جنبها كانت لمست جسمها وايديها فيها دم، ودلوقتي هي بتحاول تاخد العربيه عشان تمشي بيها من المكان ده، بس لقت ان الناس العواجيز مبوظينها ومش هتعرف تاخدها. سمعت صوت لورين فراحت عشان تساعدها وبتحاول تفتح لها الباب. فتحت لها خلاص وطلعتها وبتقول لها ان هم لازم يشوفوا مفاتيح العربيه بتاعت الناس العواجيز عشان
عشان ده الحل الوحيد اللي هيطلعهم من هنا. بس لورين كانت اعصابها بايظه خالص وطلعت تجري فضربوها وموتوها. ماكسين كان معاه المسدس بتاع وين فطلعت لهم وطلبت منهم ان هم يدوها مفاتيح العربيه بتاعته. الست العجوزه بتقول لها استني عشان جوزي تعبان وجاله ازمه قلبيه. قالت لها ازمه قلبيه او يموت انا ماليش دعوه خالص بالكلام ده، وهات المفاتيح بتاعه العربيه. قالت لها على مكان المفاتيح ودخلت جابته. الست حاولت تموتها بالبندقيه، هي اللي لحقت وضربتها. ماكسين ركبت العربيه والست العجوزه كانت لسه صاحيه وعماله بتشتم فيها، فمشيت بسرعه وداستها وموتتها. ماكسين قدرت تمشي من المكان خالص، بس هي مدمنه وبتشم وهي سايقه. بيقولوا في الاخبار اللي شغاله على التلفزيون ان ماكسين ماتت، وده هيكون بسبب الحاجات اللي كانت بتشمها، وكده يبقى كلهم ماتوا ومفيش حد فيهم عاش خالص. والبوليس كان موجود في المكان ولقوا الكاميرا اللي عليها الافلام فخدوها عشان يحاولوا يفهموا ايه اللي حصل. هتلاقيني سايب لك اسم الفيلم وكل التفاصيل في اول تعليق. اشترك في القناه وفعل الجرس، واحلى سلام عليك يا بشواتي.